الرحمن الرحيم. هنعمل أكلة النهاردة تحفة من العراق. أكلة اسمها مقلاية موصلية. هقول على طول بسم الله في الوصفة. عندي هنا معلقة سمنة وفيها فصين مستكة وفيها قطعة ليا أو منديل، دي أساسي في الوصفة. هسيبها بس كده تسيح شوية. هنزل بقطع اللحمة عشان تاخد معايا صدمة وتشويحة. هرش بس رشة فلفل أسود ورشة جوز الطيب. بعد ما اللحمه خدت صدمه من كل الجهات وشفتوا لونها اتغير ازاي، في الوصفه الاصليه بيبقى البصل قرمه فقط لا غير. انا بقى كمان هحط تركايه من عندي، بصل ناعم علشان يتقل الصوص عندي. هزود بس رشه فلفل اسود، مش فيها اي بهارات تانية ولا اي افتكاسات تانية، سهله خالص. برضو في معلقه هتتحط دبس تمر، لو مش متاح ممكن تحطوا دبس رمان. هسيبهم بقى يتشوحوا شويه مع البصل. البصل اتشوح عندي تمام كده 3-4 دقايق مع بعض. مجهزه ميه سخنه هغمرها بيها، هسيبها تاخد غلوتين وبعد كده اهدي عليها النار لمده ساعه وساعه ونص حسب نوع اللحمه والقطعيه بتاعتها. الملح مش هحطه دلوقتي خالص، هستنى لما اللحمه تستوي وبعد كده احط اللحمه واظبطها. طبعا لما المده تعدي كل المرقه اللي انتوا شايفينها دي مش هتبقى موجوده، هتبقى اللحمه والبصل فقط لا غير. الصوص يبقى تقلان عندنا. شكلها بعد ما استوى وظبطت الملح بتاعي، عايزه اقول لكم طعمها وريحتها قلب المكان. جربوها وسهله خالص، مش هتاخد معاكم وقت في تحضيرها. سيبوا لي كومنت قولوا لكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.